كما كنعرفوا كاملين مع اختلاف المواضيع اختارينا في هذا الموضوع مشكلة بزاف بالنسبة للشباب اللي هو الزنا، اللي بالنسبة للدين ديالنا اللي فعل مشين بطبيعة الحال. ولكن خاصني نرجع للمشكل من الأساس، شو السبب اللي وصلنا لديك التصرف؟ بطبيعة الحال الإنسان اللي كيكون صغير كيكون خالي من هاد الأزمة، عايش حياته طبيعي طبعا، ولكن ملي كتجي هاد الأزمة كيكون وصل سن البلوغ. غادي نهبط معاك لصلب الموضوع بلا لف ولا دوران. أول حاجة، أي نقاش على الزنا خاصو يخرج من منطق حرام ولا حلال ويمشي لعمق السؤال، علاش أصلا الرغبة كتتفجر بقوة بعد البلوغ؟ الجواب ماشي غامض، راه علمي ونفسي كذلك واجتماعي وروحي في آن واحد. أولا، البلوغ انقلاب بيولوجي. من كيوقع البلوغ الجسم ما كيبقاش هو وهرمونات بحال التستوستيرون والاستروجين كيطلعوا فجأة وكيوليو بحال واحد الطاقة جديدة داخل الإنسان، بحال واحد الطاقة جديدة داخل النظام. الدماغ حتى هو ما كيكونش كامل نضج، الجزء المسؤول عن الرغبة والمتعة النظام الحوفي كيخدم بقوة، ولكن الجزء المسؤول عن التحكم واتخاذ القرار القشرة الأمامية باقي كينمو. يعني باختصار محرك قوي زائد فرامل ضعيفة كتسوي صراع داخلي، ماشي لأن الشخص فاسد ولكن لأنه دخل مرحلة جديدة وما تعلمش كيفاش يسوقها. وثانيا عندنا الفراغ العاطفي. بزاف الشباب ماشي غير عندهم رغبة جسدية، عندهم عطش عاطفي، جفاف، ما كاينش احتواء، ما كاينش حوار مفتوح، وما كاينش نموذج صحي للحب. كيولي الشاب كيقلب على احساس بالقيمة بالقرب وبالاهتمام وكيخلط الامور على الطريقة ديالو. الزنا في بعض الحالات ماشي هي شهوة فقط، راه محاولة تعويض نقص داخلي اللي فيك. ثالثا عندنا البيئة الرقمية. اليوم ماشي بحال زمان، محتوى مفتوح، صور مثيرة في كل بلاصة، تطبيع العلاقات العابرة، ضغط المجتمع. خاصك تجرب طبعا، العقل البشري ما مسموش باش يشوف هذا الكم الهائل من الإغراءات يوميا، للأسف طبيعي يتأثر. وربعة، غياب التربية الجنسية السليمة، هذا هو المهم. عندنا مشكل كبير هنا في هذه الأمور، إما الصمت أو التخويف فقط أو القمع بلا شرح. ولكن الشباب خاصهم يفهموا شنو هي الرغبة طبعا، وكيفاش كتخدم وكيفاش كتتحكم فيها، وشنو العواقب النفسية قبل الدينية. إلا ما شرحتش ووريت ونبات بواحد الطريق الواحد اللي ما عارفش بطبيعة الحال غادي يضيع فيه. وخامسا، الصراع بين الفطرة والانضباط. الرغبة في الأصل فطرة، لكن الإنسان ماشي حيوان، عنده عقل، قيم وهدف. السؤال الحقيقي ماشي على جات الرغبة، السؤال هو شنو غادي ندير بها. يا سيدي، الرغبة طاقة تقدر تهبطك وتقدر تبنيك بحال النار، تقدر تحرق بها الدار ولا الفيلا، وكما تقدر تطيب بها خبزة ولا عشاك. الخلاصة العميقة إذن السبب ماشي واحد، راه خليط من تغيير بيولوجي، نقص عاطفي، كما ضغط اجتماعي وفراغ داخلي وضعف التوجيه. والحل ماشي غير حبس راسك، الحل هو وعي وفهم الذات، ويكون عندك هدف كبير في الحياة، وبيئة نظيفة، كما صحبة زوينة اللي تستمتع معه، وانشغال بشيء أكبر منك، شي حاجة تكون عظيمة غادي توصلك في المستقبل. إلا كان عندك شي مشروع أو طموح ولا رؤية، الرغبة ما كتبقاش هي المتحكم الرئيسي، انت كتولي السيد. سيدي إلا وصلتي لحتى لهنا، لا بغيتي الله يغفر لك دير معك أبوني.